السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة على قناة ندوجة ديليس. اليوم إن شاء الله كنقترح عليكم الزميتة بالتمر أو الوصفة الأصلية ديال الفلالية. كنتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم. تابعوا معايا الفيديو للآخر. إذا بالنسبة لهذه الوصفة اللي كنقترح عليكم اليوم فهي وصفة مغربية 100%، وصفة عريقة جدا، يعني قليل الناس اللي كيعرفوها أو مجربينها. كنتمنى إن شاء الله تجربوها حتى نتوما وتحضروها لعائلتكم، لأنها فعلا يعني كما كتلاحظوا معايا مكوناتها كلهم صحية. هنا عندي كيلو من التمر يستحسن أن احنا نحضروه في البيت. التمر كناخدوه كننظفوه وكنحاولوا نبخروه وكنقطعوه غير بالسكين، ما كنطحنوش في الآلة الكهربائية. عندي كيلو كذلك محمر، عفوا نصف كيلو من الدقيق ديال القمح الكامل. يمكن لكم تستعملوا كذلك حتى الدقيق ديال الشعير او البندق، كيعطي مذاق رائع جدا. عندي 100 غرام ديال الزنجلان حتى هو محمر في مقلاة من قبل. عندي 200 غرام ديال اللوز مطحون مهرمش حتى هو محمر بالقشره ديالو في الفران. عندي 150 غرام ديال الزبيب كنغسلوه من قبل جيدا. عندي كأس عنبة من الزبدة مذوبة ومصفية، كأس ديال العسل، قبيصة ديال الملح، عندي واحد القليل من جوزة الطيب، معلقة صغيرة من المسكة الحرة أو المستيكة، معلقة كبيرة من الكروية أو الكروية، معلقة كبيرة من حبة حلاوة. هادشي كله محمر ومطحون، ومعلقة كبيرة ممتلئة من النافع، ومعلقة كبيرة ديال القرفة. إذن هادو هما المكونات كاملين. اللي بغى يضاعف المقادير ويدير كمية كبيرة فيمكن ليه يضاعف هاد المكونات كاملة. نمروا الآن نشوفوا الطريقة. إذن أول شيء كناخدو مقلاة تكون كبيرة وتكون ما كتلصقش، وكنوضعوا فيها هذيك الكمية أو داك الكيلو ديال التمر. كما كتلاحظوا معايا فالتمر لازم يكون هذاك التمر اللي من النوع اللي كيكون معسل، باش كيطيب معنا بسرعة وكيتحل وما كتبقاش ديك القشرة ديالو يعني شوية جافة. هذا التمر ديال البلاد اللي استعملت ديال الورزازات كيجي رائع جدا، اللون ديالو كيكون شويه احمر. هنا كنوضعو في المقلاة وكنضيف عليه الكأس ديال الزبده. النار كنخليوها تكون متوسطه يعني حتى المهيله، وكنخليو هذيك الزبده كتشرب في التمر، وحنا كنحركو على هذا الشكل هذا حتى هذاك التمر يعني يستحسن ان حنا التمر يكون باقي يعني دافي. يعني يلا بخرناه كنبداو نحضروا الوصفه ديالنا. وهنا الا استعملنا التمر المعسل فواخا كيبرد كيبقى يعني رطب ومعسل، يعني ما كيقصعش. كنضيف كذلك الكأس ديالي ديال العسل. هنا كنستعملوا عسل حر يعني يكون صحي جدا. وغادي نخلي المقلاة ديالي حتى كتبدا تغلي هذيك الزبده مع العسل، وعاد غادي نبدا نحركها. انا ما غاديش نوقف التصوير باش هكذا غادي تشوفوا معايا المراحل كامله. راه طريقه سهله جدا والنتيجه رائعه. كما كتلاحظوا معايا الان ها هو الزبده والعسل بداو كيغليو، والتمر يعني مجرد انه كطلع مع هذيك الغليه فهو كيتحل. كنضيف في هذا الاثناء الزبيب اللي قطعته جيدا بديك القطاعه ديال الربيع او بشي سكين. يمكن لكم حتى تطحنوه الا بغيتو، وكنضيفو على هذا الخليط. كنحرك الكل جيدا كما كتلاحظوا معايا، يعني كنبقى نحرك حتى كنحاول نطيب هذاك الزبيب جيدا، وهذاك التمر او داك العقده ديال التمر كتشرب ليا مزيان هذيك الزبده والعسل.
إذا الآن بعد ما نشفت ليا هذيك العقدة ديالي جيدا، كنزولها من فوق النار وكنخليها تبرد قليلا لأنها كتكون سخونة بزاف. بعد ما كتدفى شوية كنوضعها في واحد البول على هذا الشكل هذا. فالوصفة سهلة وسريعة ما كتاخدش معنا وقت كبير. يكفي أننا نكون موجدين كل المقادير. فكما كتلاحظوا معايا أنا حاولت أنني ما نسرعش الفيديو، هكذا تستافدوا معايا وتشوفوا الصور يعني كلها. هنا غادي نضيف معلقة كبيرة ديال القرفة، معلقة ممتلئة كما لاحظتوا معايا. القرفة ضروري تكون جديدة باش كتعطينا نسمة زوينة لهاد الزميتة. غادي نعمل معلقة كبيرة ديال النافع، معلقة تكون عامرة. يعني بالنسبة للنافع والكروية وهذا فضروري كنحمروهم في مقلاة من قبل عاد كنطحنوهم. ضفت معلقة صغيرة ديال المسكة الحرة اللي زدت عليها معلقة صغيرة ديال السكر ودقيتها جيدا. كنضيف حبة حلاوة أو الشمر، وكنضيف كذلك معلقة ديال الكروية. كل شيء مقلي ومطحون. واحد القبيصة ديال الملح كتكون ضرورية. وهنا غادي نزيد شوية ديال جوزة الطيب أو الكوزة، كنحط تقريبا الربع ديال الحبة. فهاد المقادير اللي عطيتكم كلهم كل حاجة عندها المذاق خاص ديالها، يعني أي حاجة زولناها فكتخلي المكان ديالها. إذا غادي ضفت الكوزة ودابا غادي نبدا نخلط الكل جيدا على هذا الشكل هذا. يعني هنا الآن راه هو باقي ساخن. كما سبق لي وذكرت فيمكن لكم تستعملوا في عوض دقيق ديال القمح. الناس اللي متوفر عندهم دقيق ديال الشعير فالآن راه متواجد، غتلقاوه في التعاونيات اللي كيبيعوا زيت الأرغان. راه عندهم الدقيق ديال الشعير اللي كيكون محمر، اللي كيتسمى في بعض المناطق أزنبو وكيتسمى كذلك بالبندق. فكيعطي واحد المذاق رائع لهاد الزمته هادي. الا يعني متوفر عندكم فاستعملوه وكيكون صحي. الا ما متوفرش راه يمكن لكم ديروا حتى الدقيق الابيض. تحمروا نص كيلو ديال الدقيق، كتحمروه في مقلاة جيدا وكتستعملوه. انا هنا حاولت نخلي المكونات يعني كامله صحيه واستعملت دقيق ديال القمح الكامل. كما كتلاحظوا معايا فكنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه. يعني يمكن لي يعني تقدر تكفيكم هذاك الكميه ديال نصف كيلو، تقدر تكتفيو غير باقل من هذه الكميه هذه اللي استعملت. يعني على حسب النوعيه ديال التمر اللي عندكم. كل ما كان التمر معسل كل ما كيشرب اكثر. فهنا حنا كنبقاو نحركو وحنا كنقلبوا بالاصابع ديالنا كما كنكونوا كنخدموا الحلوى. كنبقاو نضيفوا الدقيق يعني نفس الشيء حتى كنحصلوا على عجين يكون متماسك، ما كيبقاش يتلصق معنا في يدينا. اذا كما لاحظتوا معايا راه هذه هي الوصفه، راه من اسهل ما يكون. هنا ما تنصحكمش تخدموها بيديكم لانها كتكون سخونه، وحنا كنعرفوا بان التمر كيبقى يعني قابض الحراره بزاف، خصوصا ان مع الزبده والعسل فكياخذنا مده طويله باش يبرد. داكشي علاش انا استعملت هنا هاد المعلقه هذه، معلقه خشبيه او مغرفه. كنبقاو نحركوا بها حتى كنحسوا بالعجين ديالنا شويه دفا عاد كنستعملوا اليد. اذا هنا كما غتلاحظوا معايا فانا وضعت الكميه ديال نصف كيلو كامله، يعني جاتني هي هذيك.
خليت الزنجلان واللوز غادي نخليهم حتى الاخير حتى يدفى ليا شويه هاد العجين، عاد غادي نضيفهم. ما كنضيفوهمش وهو سخون، يعني حتى كنعجنوه عاد كنضيفو الزنجلان وكنضيفو اللوز. بالنسبه الا بغيتو لديك الكميه ديال الزنجلان، الا بغيتو تطحنوها وتضيفوها مع الخليط فممكن انكم تطحنوها، ولا بغيتوها يعني هي كتبقى صحيحه هكذاك كتعطي يعني مذاق لذيذ، واحد القرمشه، وكذلك كتعطي واحد المذاق رائع في هاد الزميته هادي. الا خليناها في الاخير يعني كيبقى لكم الاختيار. اللوز كذلك كما سبق لي وذكرت، فوضعته كنغسلوه جيدا وكنوضعوه في الفران، كنحمروه بالقشره ديالو، ومن بعد كنهرمشوه، يعني ما كنطحنوهش بزاف، كنخليوه شويه مقرمش. يعني كما لاحظتوا معايا فالعجينه ما بقاتش كتلصق. اذا كما سبق لي وقلت لكم فضروري كنخليوها حتى كتبرد، عاد كنضيفوا عليها اللوز والزنجلان، حيت كتاخذ لينا واحد المده طويله عاد كتبرد. هنا كنحاولوا ان حنا كندخلوا هذاك اللوز والزنجلان غير بشويه في العجينه ديالنا. فهنا الا عندكم كتوفروا على العجانه يمكن لكم تستعملوها. التحضير ديال هذه الوصفه هذه غتسهل عليكم كثير. كما سبق لي وقلت لكم فالزنجلان يا اما كتطحنوه وكتدخلوه في الوصفه يعني مع الخليط، يا اما كتخليوه حتى الاخير كما درت انا وكتضيفوه. كيف ما يمكن لكم ضيفوا 100 غرام مع الخليط مطحونه، وتزيدوا في الاخير بعض الحبات للتزيين، يعني كيبقى حسب الذوق. الزميته ديالنا كتجي روعه روعه، يعني صحيه جدا مفيده للكبار والصغار. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، وانا اكيده انها غتنال اعجابكم وغتصبح عندكم وصفه معتمده ان شاء الله. غادي نوريكم الطرق باش يمكن لينا نقدموا هذه الحلوه الفلاليه بعد قليل. اذا هنا كما كتلاحظوا معايا حاولت انني نقطعها بالمراشم ديال الحلوى وزينتها على هذا الشكل هذا. كيف ما يمكن لكم تقدموها في المناسبات على الطريقه التقليديه على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله وصفه اليوم تنال اعجابكم وتجربوها بالصحه والراحه. إلا عجبتكم وصفه اليوم ما تنساوش تشجعوني بالضغط على لايك وتشتركوا في القناه مع تفعيل الجرس، هكذا توصلوا بجديد وصفاتي. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو مقبل بحول الله. الى اللقاء.